السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل مع بعض تحلية حلوة قوي في الحر اللي احنا فيه ده. يا جماعة الجو حر جدا، مفيش احلى من تحلية الخوخ كده بالشربات القمر ده اللي نقدر كده نرطب بيها على نفسنا في الحر اللي احنا فيه ده. النهارده جايين كده بوصفة سهلة وسريعة خالص، مش هتاخد في ايدك وقت خالص خالص، مكوناتها بسيطة جدا. خليه كده معايا لاخر الفيديو علشان نشوف الطريقة الحلوة دي، وبجد الحاجة الحلوة اللي قيمتها الغذائية عالية قوي دي هنعملها النهاردة مع بعض. اول حاجة هنقول بسم الله، ومعانا كده كيلو من الخوخ. بتجيبي طبعا الخوخ وتغسليه كويس جدا جدا. عايزه اقولك ان الخوخ دلوقتي متوفر في السوق، كتير جدا في السوق، فهيبقى سهل ان انتي تجيبيه. واهم حاجه بتغسليه كويس، بتغسليه بميه وخل كده، وبعد كده بتشطفيه بميه، وبعدين بنبدا كده نعمل له فتحات كده بالسكينه زي ما انت شايفه اهو. وهنبدا نحطه بقى في الحله علشان احنا النهارده هنعمل له شربات حلوه قوي قوي. احنا كنا عملناه قبل كده على القناه، والنهارده كمان عاملين كده الطريقه بتاعه النهارده اللي انا ما بغيرهاش خالص. عايزه اقولك حلوه جدا جدا وسهله جدا جدا. خلاص كده احنا خلصنا كل الخوخ. هنجيب بقى معانا كده البنجر. طبعا البنجر قيمته الغذائيه عاليه جدا وبيعالج امراض كتيره جدا. فاحنا هنجيبه كده وهنقشره وهننزل كده على الخوخ ببنجرية كده او نص بنجرية على قد ما انتي هتحتاجي هتعملي كمية الخوخ. وهنحط كوباية من السكر وهننزل كده لحد ما نغطي الخوخ مية خالص، هنغطيه كده مية، وبعد كده هنحطه على النار. عايزه اقولك على حاجه مهمه جدا، ان البنجر ما بيعملش ولا طعم ولا ريحه في الخوخ خالص يا جماعه. الخوخ البنجر، معلش، البنجر لو حطيه في اي حاجه عايزه اقولك ما بيغيرش طعمها خالص، بالعكس بيدي طعم حلو جدا وبيدي كمان لون حلو جدا للشربات، خصوصا لما تكوني هتعملي شربات زي شربات الخوخ ده. حلو جدا، بيخليه كده احمر كده، وكمان بيخلي طعمه حلو جدا. خلاص كده احنا حطيناه على النار، وهناخد بس كده غلوتين تلاتة على النار، وبعد كده هننزل عليه بعود قرفة. ممكن تحطي كمان شوية من الفانيليا او عود القرفة، على فكرة بيدي طعم حلو جدا وريحة كمان حلوة قوي للخوخ المسلوق. اهو زي ما انت شايفه كده خلاص سلقناه وجهزناه كده. هنحط بقى في السلاطين بتاعتنا اهو زي ما انت شايفه، عشان نحطه بقى في التلاجة ونستنى كده عليه لما يسقع خالص كده ويبقى بارد جدا جدا وناكله بقى. عايزه اقولك والله هتدعيلي على الطريقه دي، وخصوصا كمان ان احنا دلوقتي في فصل الصيف والجو بقى حر جدا، وطبعا الولاد بيبقوا عايزين حاجات حلوه طول الوقت. فمفيش احسن من ان انت تعملهم حاجه كده طبيعيه بالفواكه اللي موجوده دلوقتي في السوق. وعايزه اقولك ان الطريقه دي سهله جدا وقيمتها الغذائيه عاليه جدا جدا. مستنيه بقى كده كل اللي يشوف الفيديو يجرب الطريقه دي ويكتب لي كمان في الكومنتات عجبته الوصفه. وبجد بشكر كل الناس اللي بتعمل لي اشتراك في القناه وتعليقات كمان ولايكات للفيديوهات بتاعتي، بجد بشكركم جدا جدا. خلاص كده احنا خلصنا الكمية اللي معانا اهو. بصوا ما شاء الله، عايزه اقولك حلو جدا وطعمه تحفة. وكمان بقى كده لما تطلعيه ساقع بصي هتدعيلي. اهو نصلي على النبي كده يا جماعة عليه افضل الصلاة والسلام. ومستنية بقى تعليقاتكم على الفيديو، ومستنية كمان لايكاتكم على الفيديو، يا رب كده